انا شتمت شخص مهم بالغلط، ودي كانت اغلى شتيمه في حياتي. في عميل كبير كان هيعمل معايا اعلان، وفي اخر الكلام بعد ما خلصنا بقول له تمام، واسمه الكيبورد خني، وللاسف شتمته. وطبعا اكيد رد فعله كان ازاي انت بتشتمني وانا ما كانش قصدي جدا، ده الكيبورد هي اللي عملت كده. المشكله هنا مش في الرساله، المشكله ان تقريبا خسرت الراجل ده ومن ساعتها ما بيكلمنيش، وكل ده بسبب زرار واحد. فقررت ان انا اتخلص من الكيبورد دي واشتري كيبورد جديده احترافيه، الار كي جيمنج اس 98. جربتها كام يوم ودي الكيبورد اللي ما فيش فيها ولا غلطه. التصميم بتاعها ما شفتوش في اي كيبورد تانية، مصمم لك الاختصارات بتاع الزراير على جنب الزرار من زاويه الرؤيه بتاعتك عشان يسهل عليك الوصول للزراير دي بدون ما تخش على المانيوال. شاشه ذكيه تقدر تتحكم بيها في كل حاجه في الكيبورد، وفيها اوضاع مختلفه. وعجبني جدا ان نسبه البطاريه بتظهر في الشاشه، والمناسبه بطاريتها 3750 ملي امبير، يعني هتقعد معاك كتير قوي. والبكره دي عشان تقدر تتحكم في الصوت، وصوتها حلو جدا ما يتخيرش على صوت الازرار. وكمان اكتر من نمط ار جي بي بالوان مختلفه واوضاع مختلفه تقدر تغير ما بينهم براحتك. وبالتاكيد طبعا تقدر توصلها بالموبايل بتاعك او البي سي بكل الطرق او الوسائل المتاحه. وكمان تقدر توصلها بثلاث اجهزه بلوتوث. مفاتيح ميكانيكال تقدر تغيرها، جاي معاها كمان في الكرتونه شويه مفاتيح سبير عشان لو في واحد باظ. وبصراحه صوتها تحفه جدا. بصراحه دي احسن صفقه جربتها في حياتي. اكتب كيبورد في التعليقات بتاع الفيديو ده وهبعت لك رابط الشراء بتاعه.